السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم فيديو ان شاء الله صينيه كنافه بالكريمه. وانا عملت واحده مع نفسي بس قلت اعمل معاكم برضو واحده وهوريكم ازاي هتتعمل. ماشي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الكنافه كنت حطاها في الفريزر وبعد كده كسرتها، وزي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. وهو سمنه او زبده المتاح عندك اعملي بيه. والكريمه عباره عن ايه؟ كوبايه لبن ومعلقتين نشا صغيرين مش كبار بس. ونحط حبه سكر على الكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم، بس قليل عشان ما تتلسعش منك. والصينيه هنحط معلقتين سمنه برضو. الكنافه هنحط عليها معلقتين سمنه عشان تديها طعم. وهنرصها مع بعض. معلش عندي المكان ضيق فمش يعني بتحكم فيه ايه، مش بقدر اتحكم اوي فيه. وكده هنحط الطبقه الاولانيه بس تكون سميكه عن الطبقه اللي فوق عشان الكريمه ما تسربش من الكنافه وتلزق منك كده. بصراحه عندنا في العيله كله بيقول لي احلى صينيه كنافه بتعمليها، مش عارفه بقى بصراحه هما بيقولوا كده ولا فعلا حقيقه. يعني محدش دقها وكلها الا بصراحه شكر لي فيها. والكريمه اهي نحطها في النص، ما تعملهاش تقيله عشان ما تبقاش يعني تقيله في الاكل وكده، تبقى خفيفه شويه. بس كده ونكمل الطبقه التانية. وممكن وانت ممكن تعمليها على البوتاجاز من فوق، وممكن تحطيها في الفرن اللي يعجبك، دي او دي بيبقوا الاتنين برضو حلوين. بس من فوق بتبقى طريه شويه عن الفرن. بس كده رسمناها مع بعض. وهروح احطها في الفرن، واول ما هتخلص هوريكم شكلها. وهحط السلام عليكم. اديني رجعت بالكنافه اهو، خلصت الحمد لله، بس الصينيه الصغيره لسه في الفرن. وهنقطعها مع بعض وهتاكلوا احلى كنافه. نقطع مع بعض. اهي بصوا خرطة الكنافة عاملة ازاي، بصوا جمالها والكريمة بتاعتها بصوا عاملة ازاي. طبعا اكيد عايزة تتاكل اكيد. وان شاء الله انتظروني في كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.